إن كانت قضية الحسين حقيقة وواقع على الأرض، فرجال الدين شوهوا سمعته وسمعة عرضه وشرفه. نطالب من القضاء العراقي إجراء اللازم بحق جميع رجال الدين لكذبهم وخداعهم الناس بشعارات الحسين وأفكار الحسين وثورة الحسين واستغلالها لمصالحهم الخاصة الدنيئة، فحللوا السرقة وحللوا الزنا وحللوا الربا وعثوا بأرض العراق الفساد، ومنذ عشرات السنين ولا الآن لا يوجد بالعراق جانب حياتي واحد يسير بالاتجاه الصحيح. فيا القضاء العراقي، وإن كان الحسين وقصته وموقعة كربلاء خدعة وكذبة، نطالب بمحاكمة جميع رجال الدين وفق المادة 56 نصب واحتيال لخداعهم الناس وكذبهم على الناس بقصة الحسين وموقعة كربلاء. رجال الدين يحكمون العراق منذ عشرات السنين، ومنذ اليوم الأول لاحتلال أمريكا لأرض العراق استلموا الحكم من 2003 والحد الآن 2026، والخراب والدمار والبؤس والفقر فقط بالعراق. فيا القضاء العراقي، الحكومات ترحل والشعب باقي.